في حظ، طبعا في حظ. وارد الاقي شنطه فيها $1,000,000 مش بعيد يعني، او كنز تحت البيت، او يقابلك الاستاذ محمد رمضان ويطلع البواكي من الشنطه ويحطها في حجرك. هو ده مش وارد؟ وارد، وارد. لكن تخيل بقى واحد قاعد يلف في الشوارع يمكن يقابل مدفع رمضان. ما اصلها وارد تحصل. يضيع العمر والبيبي يلف، يحصي بعد كده مكاسبه ويعد الشوارع اللي لفها من غير ما يشوف المدفع ولا يقابل رمضان. في حظ؟ اه طبعا، وفي ولاد محظوظة. بس اللي بيبني جدران حياته على أعمدة الحظ ده إنسان أحمق. أحمق. في محمد صلاح ده، محمد صلاح اللعيب، ايه هو سر نجاح محمد صلاح؟ ده شيء مهم. ايه سر نجاح محمد صلاح؟ ليه حضرتك شايفه ناجح؟ ايه سبب تطوره؟ ايه سبب تميزه؟ ايه سبب توفيقه؟ التدريب كتير بيتدربوا، راجل بروفيشنال. غالب اللعيبه في اوروبا بروفيشنال. في سر ما، نقطه ما هي اللي بتنجحه، هي اللي مخليه مركز لعدد السنوات دي، برغم ان النجاح كان ممكن يسكر. احنا العرب وخصوصا المصريين لما بنجيب جونين فبننسى ونفرح بيهم العمر كله. محمد صلاح قالها في مره، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا في مره سالت ارسن فيجر اللي هو المدرب المهم والاسطوري في اول سنه ليه في ليفربول، قابله فبيساله سؤال واحد بس، قال له ايه الفرق بما ان انت راجل خبره وكبير في السن ودربت لعيبه مهمه جدا في ملاعب اوروبا وعندك خبره، ممكن اعرف ايه اللي يميز اللاعب العادي عن اللعيب اللي مش عادي؟ ايه اللي بيميزه؟ رد عليه رد في غايه الاهميه، قال له اللعيب المميز لا يفقد تركيزه حتى صافره النهايه، بيركز دايما في مجريات المباراة حتى إذا كان أداؤه في الماتش غير جيد. ليه؟ لأن ممكن لحظة، ممكن في دقيقة، حتى لو طول الماتش اوف داي مش يومك، بس ممكن في لحظة بتيجي فرصة تغير مجرى المباراة لمصلحة فريقك عن طريقك، فبتبقى أنت النجم رقم واحد. أحد تعريفات الحظ المعتبرة الحقيقة بيقولك إن الحظ هو التقاء الفرصة الجيدة مع الاستعداد الجيد. في فرصة وفي واحد جاهز للفرصة، وإلا الفرص كل يوم بتخبط على الباب واحنا نايمين بنعيط جوه. هتقولي ما ساعات الفرصة بتيجي للي ملوش فيها. اقول لك طبعا، طبعا جدا، وبيضيعوها. في واحدة من اشهر استطلاعات الرأي اللي اتعملت في امريكا عن الناس اللي بيكسبوا اليانصيب وتحولوا لمليونيرات بين يوم وليلة، الدراسات كانت بتقولك ان الغالبية العظمى منهم ضيعوا الفلوس في كلام فارغ ورجعوا فقراء تاني. بينما، ودي بقى المفارقة المدهشة بجد، ان غالبية رجال الاعمال اللي فلسوا، اتضربوا مثلا في البورصة، وقعوا في النهارده كان معاه ملايين، تاني يوم بقى مديون بملايين، بيقولك ان الناس دي رجعوا مليونيرات تاني. منهم اللي عوض خسارته باضعاف، ومنهم اللي ما عوضهاش بس رجع تاني ناجح. يعني لما وقعوا ما فضلوش واقعين، بينما اللي كسبوا ما فضلوش اغنياء.